شافها خارجة من الكنيسة واكتشف إنه منسيش حاجة. ساعتها قرر قرار مهم. لا، ما قررش يروح الجيم وينساها، ما هو قعد 3 سنين ومش عارف ينساها. قرر إنه يبقى غني. فكر إن جوزها هيموت في يوم من الأيام أكيد وهترجع له، ولازم يستحقها ماديا واجتماعيا. راح لعمه اللي كان عنده مؤسسة بحرية وابتدى يشتغل عنده من تحت قوي. كان بيلم زبالة المية بس كان مصر يترقى، وعمه كان بيعلمه أسرار التجارة. وجنب شغله كان بينزل السوق يشتغل كاتب للرسائل الغرامية للي مش عارفين يكتبوا مشاعرهم، وده كأنه بيكتب لها جواب، بيفرغ طاقة حب. من المواقف المضحكة إن جات له بنت عشان يكتب لها جواب، رد على الجواب اللي هو بيقراه اكتشف إن هو اللي كاتبه لولد، فبقى بيكتب لده وبيكتب لدي لحد ما اتجوزوا، واكتشفوا إن هو اللي كان بيكتب لهم الجوابات، وراحوا له عشان يبقى عراب ابنهم الأولاني.